السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا قمر، عامل ايه؟ فاكر المثل بتاع الراجل الضيف اللي مش ولا بد؟ مش فاكره؟ طيب يبقى بص على الحلقتين اللي فاتوا. المهم الراجل ده انت بتحبه جدا، جبته البيت، تكفلت بيه في كل حاجه، اكل شرب نوم فلوس جواز، كل حاجه، بتشيله تدخله الحمام، فاكر؟ ماشي. المهم الراجل ده انت بعد 10 15 سنه كده قررت ان انت عايز تتكلم معاه، يعني عايز تبقوا صحاب بقى، يعني يبقى في ما بينكم وبينكم ود كده. فقلت له لو سمحت عايزك في موضوع 5 دقايق بالظبط. فقال لك معلش انا باكل مش فاضي لك دلوقتي. فماشي شويه، معلش ممكن دلوقتي تاني، لو سمحت انا بشتغل مش فاضي. طب دلوقتي تعال يا عم، هنام انت ايه؟ فسبحان الله لما سالت السؤال ده لبرضه ناس تانية كتير، كانت اقل اجابه حده هطلعه بره البيت ومن غير معلش. بص يا حبيبي، ولله المثل الاعلى، عشان الدنيا تفرج عليا وعليك. خد بالك من حاجه، ان ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا قاعدين على ارضه تحت سماه، بنشم هواه، ناكل اكله ونشرب شربه، بنادي عليا وعليك 5 مرات في اليوم. 5 مرات في اليوم بنادي عليا وعليك. تخيل ان انا قاعد ضيف عنده، بياكلني وبيشربني، بيديني كل حاجه ببلاش، لما بينادي عليا بقول له مش فاضي، اصل انا باكل، اصل انا بشرب، اصل انا مش مقتنع باللي انت بتقوله. حضرتك مش مقتنع بايه؟ المهم ان مش دي مشكله ان احنا اتكلمنا امبارح برضو في ان احنا في ال10 الاوائل من ذي الحجه اللي فيهم كل الاعمال بتضاعف. حلو. فخلي بالك ان اول عمل انا محتاج امسكه كويس واشتغل عليه كويس هو ان انا ما اسيبش ولا فرض. اسمع الحديث ده عن سيدنا ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد بصلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. دي لو فسدت، أما لو ما بجيش. بص، أول حاجة هتحسب عليها هناك وأنا في الآخرة الصلاة. في الملف فيه صلاة، الباقي كله يعدي، هنشوف له نظبطها له ازاي. ما كانش فيه صلاة، مشكلة كبيرة. ولو كنت انفقت كل حاجة في حياتك واطعمت كل المساكين وعالجت كل الناس، من غير صلاة انت ما جيتش الشغل وحضرتش ولا اجتماع. خلي بالك انا بحبك في الله، عشان اعمالك اليومين دول تقبل، اول حاجة محتاج تعملها ما تسيبش ولا فرض. انا بحبك في الله. وصل الفيديو ده لكل الناس اللي تعرفها، يمكن يكون فيهم حد فيهم سايب صلاه ولا تاركها ولا حاجه ولا بيصليها نص كم. هتلاقيني في كل حته، على الفيسبوك، على الانستجرام، على اليوتيوب، على تيك توك. دور عليا ولاقيني، وبمكان ما انت عايز تعمل شير اعمل شير. انا بحبك في الله. سلام يا عمر.